عمر مرموش الارسنال وتوتنهام وليفربول ونيوكاسل بيتعاركوا عليه دلوقتي في يوم من الايام في حلقه لمهيب عبد الهادي وكابتن رضا عبد العال. كابتن رضا عبد العال قال لك هو مين مرموش دوت بيجي يعمل ايه في المنتخب؟ ده احمد مدبول احسن منه 300 الف مره. حلقه موجوده وانا جايب لكم العنوان وتقدروا بكل سهوله تشوفوا الحلقه. امتى يا جماعه هنخلص من الناس دي؟ بجد والله. امتى هنتفرج على ناس بتحلل كوره؟ امتى الكرة المصرية هتعلى زي ما الكرة المغربية بدأت تعلى؟ امتى هنحترم عقول الناس اللي بتتفرج على القنوات ديت؟ امتى القنوات ديت مش هيبقى اهم حاجة عندها نسبة المشاهدة، هيبقى اهم حاجة عندها مصلحة الكرة المصرية؟ امتى يحصل الكلام ده عشان يبقى في دوري مصري وفي كرة مصرية بجد؟ زي كابتن بشير التبعي من قيمة يومين طالع برضك على قناة من اللي هي اهم حاجة عندها نسبة المشاهدة، وطلع يقول لك هو فيها ايه لما النادي الاهلي بدل جايب طيارة خاصة وهو راجع من كينيا ياخد لعيبة الزمالك معاه، واحنا بلد واحدة واحنا شعب واحد، وايه المشكلة؟ الناس دي بتتكلم ازاي يا جماعة؟ الناس دي بتطلع ازاي على قنوات في التلفزيون وناس بتشوفها؟ هو كابتن بشير التبعي، هو النادي الاهلي جايب اتوبيس وجايبهم من المحطه وعادي في اماكن فاضيه هياخد لعيبه زي الزمالك؟ هو مش في تاشيرات ومش في جوازات وفي اجراءات وفي حاجات كتيره جدا، واي حد هيجي يقول له تعالى في مكان فاضي في الطياره تعالى اركب معانا؟ يا جماعه حرام والله اللي بيحصل في الكره المصريه ده. الناس دي المفروض خلاص انتهت. الناس دي المفروض تقعد في بيوتها، نجيبوا ناس بتفهم كوره. المفروض الاعلام دوت هو اللي ينصحنا، احنا بقينا ننصحوه، لان اللي احنا شايفينه منه بجد والله ما ينفعش.